راجل وست ستات، تامر وشوقية، شباب اونلاين، ربع مشكل، العيادة، مش عارف مين. دول مسلسلات السيت كوم اللي بتيجي في دماغنا لما بنفتكر النوعية دي من الاعمال، ده لانهم اللي على الوش يعني والاكتر شهرة في مجالهم كده كده. لكن في اي صناعة في الدنيا وزي ما احنا عارفين الحاجات اللي على الوش مش بتبقى كل حاجة، في حاجات تانية بتبقى كويسة برضو لكن بتبقى مخفية ومش ظاهرة بما فيه الكفاية، وللاسف ما بيبقاش عليها زحمة كتيرة ولا الناس بتفتكرها تقريبا رغم انها حلوة وبسمسم. وفي مجال السيت كوم ده بالذات الحوار مش 3 4 مسلسلات بس، ده في دنيا تانية وحاجات جامدة جدا ومش واخدة حقها بالمعنى الحرفي. نفتكر من الحاجات دي ستة ميدان التحرير، فيس ابوك، مش فريندز، الباب في الباب، وحرمت يا بابا، وكافيتشينو، وجوز ماما، وقايمة كبيرة يعني مش هعرف ارصها لك، انت اكيد فاكر. وطبعا الباشا الكبير وعريس الليلة اللي هنتكلم عنه النهاردة. فوقش ما بيفوقش اللي ما بيتوبش، ربنا كرمه طب وهينضف وهياخد دوش. بص، هو انت لو ما تعرفش انا بتكلم عن ايه او ايه اللي قدامك ده فالحلقه هتبقى مش فارقه قوي، لكن صدقني انت لو تعرف فانت في فتره ما عشت ايام سعيده، التلفزيون بقى وموجة كوميدي وليالي 2009 والحاجات دي. المهم انت لو عارف ايه ده او مش عارفه، ففكره الحلقه ببساطه اننا هنتكلم عن الشيء ده ونحاول ولو محاوله بسيطه ان احنا نعيد اكتشافه من تاني. لو مهتم بحاجه زي كده وشبه هتكمل الحلقه فيلا يا معلم، بس لو امكن قبلها تجيب حاجه تاكلها او تشربها، ولو وراك حاجه تعملها يا ريت يعني. ولو عملت كل ده فيلا. فوقش ما بيفوقش اللي ما بيتوبش، ربنا كرمه هينضف وهياخد دش هيستحمى. وده اجمد تتر لسيتكم اتعمل بالمناسبه، مش متكروت ولا اي كلام فاهم، لا بيقول حاجه، رغم ان التتر تقريبا دياوي شويه يعني لكن الفكره موجوده، فهتلاقيه بيوصف الاحداث بشكل مبسط وسهل جدا يعني يفهموا الاطفال. والمغني صوته حلو والتتر يعلق في الدماغ كده بيثبت فاهم. فالتتر كان كويس من جميع النواحي وكان مميز جدا بصراحه، كل حاجه كانت مميزه والله. فكره المسلسل نفسها كانت مميزه، كانت مميزه في حتتها يعني بمعنى انها ما كانتش شبه اي حاجه اتعملت قبل كده في المجال ده. جو الحاره والمنطقه الشعبيه ما كانش ليه مكان تقريبا في السيتكوم المصري، ولو حصل وحد ركز معاه شويه يعني الموضوع ما بيطولش، يا دوبك الحوار بيبقى على قد الظهور مشهد هنا او مشهد هناك وشكرا على كده. وما كانش في كل المسلسلات يعني، ده اغلب المشاهد دي كانت بتبقى في تامر وشوقية بسبب ان البطله وعيلتها من حاره شعبيه في العادي، فالطبقه دي ليها مكان ولو صغير شويه في الحدوته اللي بتتحكي. هما كانوا موجودين لكن ما تمش التركيز عليهم بشكل كفايه هنا ولا في اي مكان تاني الصراحه، يعني محدش كان مهتم بالحوار اساسا لحد ما في 2009 حد معين كده هنقول هو مين قدام لاحظ ان الطبقه دي ملهاش وجود يذكر على ساحه السيت كوم، وحس انه لو خد التجربه ودخلها العالم ده هتجيب جامد وهتنجح. الحوار كان مغامره كبيره بالنسبه للسيت كوم لكن بالنسبه للسينما فالطبقه دي دغدغت الدنيا قبل كده، فطب ما نجرب، ما يمكن نضرب نفس ضربه الليمبي، ما وليه لا. لحد هنا ولحد اللي قدرت اوصله من المعلومات وانا بدور، دور الراجل اللي جاب الفكره انتهى، واللي هو كان احمد مكي بالمناسبه يعني لو ما كنتش تعرف. وحجر الاساس اللي اتبنى عليه السيت كوم كان الفكره بتاعته، وصناع العمل خدوا الفكره دي وبداوا التحضير والشغل عليها، وكان قدامهم تحدي كبير لان لازم السيت كوم ده يبقى مختلف عن اللي قبله بكل الطرق الممكنه، فكانوا بيحاولوا يبقوا مختلفين ويعملوا حاجه ما اتعملتش باي طريقه. فبنلاقي اسم العمل مثلا باسم شخصيه البطل من غير اي مشاركه مع الشخصيات التانية، ودي كانت حاجه جديده على السيت كومز في مصر طبعا، لان كان من الحاجات المتعارف عليها في مسلسلات السيت كوم ان الاسم يبقى ليه علاقه بالشخصيات كلها زي راجل وست ستات وشباب اونلاين، او الاسم حتى يبقى ليه علاقه بالبطلين زي احمد اتجوز منى وتامر وشوقية. لكن هنا ولاول مره في مصر السيت كوم بياخد اسم البطل بتاعه بس، فوقش الجيل الاسم اللي كان سف على تامر حسني ساعتها وعلى لقب نجم الجيل اللي كان طالع عليه، واللي هو ما تعرفش مين طلعه عليه يعني، بس ده مش موضوعنا. انا معاك ان الموضوع ما فيهوش اجتهاد لكن مش اف دمه تقيل قوي يعني شغال. بالنسبه لمحاوله اختلاف فهي كانت كويسه، وزي ما حاولوا يختلفوا في الاسم كمان اختلفوا في الشخصيه لانها برضو ما كانتش شبه اي حاجه. تقريبا دي اول واخر مره يبقى البطل في السيت كوم المصري كاركتر زي الليمبي وحزلقوم، شخصيه انت مش بتشوف زيها في حياتك يعني، مفيش حد بيتكلم ولا بيمشي ولا بيلبس كده، فالحوار كان خارج السياق يعني من ناحيه كل حاجه. ونيجي بقى لاهم حاجه واللي اختلف بيها السيت كوم ده برضو عن اللي سبقه، وهي ان البطل مش شخص كويس، واللي هي برضو كانت حاجه اساسيه في اي سيت كوم. مش هقول لك ان الشخصيه تبقى مثاليه او حاجه لكن يعني ما يبقاش ليها اي نوايا شريره، لكن البطل هنا مش حد كويس خالص، هو بيحاول لكن هو في الاول والاخر بلطجي يعني، بس مش بلطجي اللي هو ابراهيم الابيض يعني، ده حاجه لايت كده وخفيفه فتعدي فاهم، مش مشكله يعني الليمبي كان كده. المهم نيجي بقى لاهم خطوه في المشروع، احنا عملنا الشخصيه اهو الامور تمام يعني ورق وشكل وابعاد ومش عارف مين، هنجيب مين بقى يطبق كل ده ويعرف يعمله؟ بص، هو انت لو عايز تجيب ممثل مصري يعمل كاركتر في 2009 فانت الاختيارات قدامك قليله قوي، ومعظم الاختيارات دي
ان ما كانش كلهم اجورهم اغلى من اعضاء جسمك اللي تعرف تستغنى عنها واللي ما تعرفش، ومفيش ميزانيه لده طبعا. فبما انها فكره جديده، طب ما نجرب تجربه جديده. فنجيب مين يعمل الشخصيه؟ نجيب مين يعمل الشخصيه؟ طب ما نجيب احمد رزق، وهي برضه تبقى تجربه جديده عليه هو كمان، بما انه ما عملش شخصيات شبه كده في حياته تقريبا. مغامره من كل النواحي يعني، يلا نجرب مش عيب كده، الدنيا كلها تمام. فنختم الكلام عن فتره التحضيرات بقى بالكلام عن صناع العمل اللي كانوا ورا الكاميرا. مخرج المسلسل هو المخرج احمد سمير فرج، اللي هو بيعمل المداح بقاله كام سنه، في حلقه في السيت كوم وهو اخرجها يعني كان ليها علاقه بالعفاريت وكده. فشكل صاحبنا الموضوع بدأ معاه من بدري. ده انت ده بقى في شغلانه. المهم ان المسلسل كان من كتابه ولاء الشريف. يا عم مش دي، مش اللي انت حاطط صورتها يا عم انت، ايوه ده خلاص قشطه. ولاء الشريف يعتبر من اهم صناع السيت كوم في مصر على فكره، لدرجه انه حرفيا اشتغل في كل السيت كومز اللي اتعملت في الوقت ده. وغير الكلام ده كمان يعني ولاء الشريف اسمه مهم جدا في مجال الكتابه الكوميديه، وعنده في مسيرته اعمال مميزه كتير وكلنا بنحبها. لكن الاهم فيهم واللي هيخدم موضوع الحلقه طبعا هو انه ساهم في كتابه الراجل العناب مع الثلاثي. نخلي بالنا من المسلسل ده بس عشان هنحتاج نتكلم عنه قدام شويه. نخش في الموضوع بقى ونبدا كلام عن المسلسل. القصه بتحكي يا معلم عن الفتوه البلطجي فوقش، اللي بيقرر فجاه يسيبه من جو الدراع والبلطجه بتاعه ده ويبقى بني ادم كويس ويمشي صح وعدل والكلام ده، او على كلامه هو يبقى ماشي على الطريق المستقيل. اسمه الطريق المستقيل. بس مشكله فوقش بقى هي انه حرفيا كان سبب في اذيه ناس كتير جدا بشكل ما يتعدش يعني. فالحلقات بقى بتاخدنا لقصص الناس اللي فوقش اذاهم ومحاولاته انه يصالحهم عشان يعني ما يبقاش ظالم حد. هي غالبا المصالحه دي بتقلب بمشكله اكبر في الاخر والحوار ما بيتحلش، لكن المحاوله مش عيب برضه. كان في فيلم نفس الفكره تقريبا لاحمد عز، اللي هو البطل اللي بيبقى مش كويس في حياته اللي قبل كده، بس بيحصل له حدث يخليه يفكر في اللي بيعمله ويحاول يغير مسار حياته للاحسن. لكن على عكس حلم عزيز بقى، فوقش الجيل مش معتمد الجديه في اي حاجه. يمكن القصه تبان هادفه وكده ويا جدعان لازم نتغير وبتاع، لكن اتعملت بشكل هزلي ما يخلاش من السف، وبعيد كل البعد عن تصغير النصايح اللي بنلاقيه في اي عمل بيناقش حاجه. حتى اساسا الاسلوب اللي اتحركت بيه الاحداث للناحيه دي ما كانش فيه اي جد نهائي. الحوار كله ان جد فوقش اللي هو اصلا ميت كان زهقان شويه ومش لاقي حاجه يعملها، فقرر انه يطلع يشوف له محتوى في اي حته. يعني شوف اصلا التقديمه بتاعته حاجه يعني تخليك داخل ومتاكد ان الموضوع كله هلس ومفيش كلمه جد بتتقال هنا. لكن كل ده ما منعش المسلسل انه يناقش قضايا في المجتمع على فكره. لا عادي جدا هتلاقي حلقات بتتكلم عن ازمه رغيف العيش والتموين وقطع الميه ومشاكل الاقتصاد وادمان البورن وصعوبه الجواز والزياده السكانيه بسبب قله الاهتمام بتحديد النسل وتصدير الفن الهابط طبعا، ويعني حاجات تانية كتير. واللي هي مشاكل كانت موجوده عندنا زمان طبعا وقت عرض المسلسل في 2009 وكلها تلاشت نهائيا الايام دي زي ما احنا عارفين. رغم طرح فوقش الجيل للمشاكل دي كلها، عمر اللي اشتغلوا على المسلسل ما استغنوا عن المبدأ الثابت اللي هم ماشيين بيه. مفيش كلمة جادة هتتقال هنا تحت اي ظرف ايا كان، مفيش نصايح مباشرة او غير مباشرة حتى هتطلع من عندنا. احنا جايين نطرح مواضيع بطريقتنا الهزلية بالكامل، واللي عايز حلول او حاجة شبه كده مش هيلاقيها في المكان ده. انت في الاول والاخر يا معلم داخل تتفرج على مغامرات فوقش، اللي هي شخصية لو جينا نتكلم عليها لوحدها هنلاقيها غريبة قوي. يعني انا شخصيا طول ما انا بتفرج عليها وانا بحضر الحلقة قعدت اتساءل هي بتضحك ولا ما بتضحكش. انا معاك ان الضحكة اذواق وكل حاجة، لكن بجد الشخصية دي ما تفهمهاش. هي عبارة عن مشاهد، يعني يمكن يبقى دمها خفيف في مشهد وبتموت من الضحك، وفي المشهد اللي بعده يبقى دمها اتقل من وزنها عادي جدا، لانها شخصية الطريقة بتاعتها في الضحك ما يعتمدش عليها قوي برضو. يعني اجمد حاجة كانت بتعملها الشخصية دي هي اللعب بالكلام. يعني مثلا كلمة بتتقال بطريقة معينة في العادي فيقوم فوقش قلبها وقايلها بطريقته اللي تناسب تعليمه والمكان اللي نشأ فيه، اللي هي اسهل حاجة تعملها اصلا ككاتب وانت بتكتب سيناريو لشخصية شعبية. هات كلمة وخليه يقولها غلط مش اكتر. فحوار انك تخلي الشخصية اللي شايلة المسلسل ماشية بالاسلوب ده ما كانش بينجح لكن ما كانش سيء برضه. وان دي ما ضحكتكش يا معلم ففوقش برضه بيعمل حاجات تانية يمكن تبقى بتضحك لمعظم الناس. يعني ليه صوت وطريقة كلام وماشية مش بتلاقيهم عند اي حد بتقابله في العادي، فكان عليه طريقة معينة كده وكانت بتضحك بصراحة على الاقل ساعتها. بس عارف ايه بقى اللي كان بيضحك اكتر؟ لما الممثل ينسى انه بيمثل، مش اللي هو يعمل اداء عالمي يستاهل الاوسكار زي ما بيتجات السينما بتقول، لا خالص. لما ينسى انه بيمثل حرفيا، لما ينسى بجد. يعني بص هفهمك دلوقتي، الشخصيات اللي بتبقى زي
فوقش في العادي بتبقى ماشيه على خط معين، وانت حرفيا كممثل ما ينفعش تقرب تقع من على الخط ده حتى. يعني مثلا محمد سعد بقاله حاجه و20 سنه بيعمل شخصيه الليمبي بنفس الاتقان، وبيختفي تدريجيا لما الليمبي يبقى موجود قدام الكاميرا، اللي هو تحس ان الليمبي هو اللي كان بيمثل انه محمد سعد مش العكس. احمد رزق بقى يا معلم ما كانش عنده نفس الاتقان ده. انا ما بقللش منه او حاجه، لكن اللعبه دي مش اي حد يعرف يلعبها، والحوار فعلا لعبه وقدرتك انك تعمل الشخصيه وتظبطها وتتمكن منها بتحدد انت كنت شاطر وانت بتلعب اللعبه دي بنسبه كام. وخلينا نتفق ان احمد رزق ما كانش محقق نسبه نجاح عاليه في الحوار، لكن بالنسبه لاول مره في حياته يعمل كاركتر فالمحاوله ما كانتش كارثيه قوي. بس في بعض المشاهد من المسلسل الشخصيه كانت بتفلت من ايده وما كانش بيعرف يتمكن منها نهائي. في الاول كان الحوار بيحصل في مشاهد عابره يعني، فما بتبقاش مشكله كبيره، لكن في الاواخر كده في اخر كام حلقه بتحس ان الموضوع زاد شويه، وتحس كمان انهم كانوا بيقلبوا المسلسل حرفيا ومحدش مديله اهتمام، اللي هو يلا عبي اي حاجه في شريطه وخلاص. فبتلاقي في حلقات كامله احمد رزق بيتكلم عادي جدا بطريقته العاديه، ومش بيعمل اي مجهود ولا بيجيب التون المميزه بتاعه صوت الشخصيه حتى. والفكره ان الشخصيات اللي قدامه كانت مندمجه ومكمله ومحدش حاسس باختلاف نهائي، اللي هو ايه يا جدعان ما عندكوش مشكله خالص؟ محدش حاسس بحاجه مختلفه؟ تقريبا احمد رزق اللي استوعب بعد حلقتين ان ايه ده، انا بعمل الشخصيه غلط يا رجاله. كان بيعملها غلط حرفيا، دي مش مبالغه. فوقش هيبني بيت 3 مطارح لاسماعيل بدل الخرابه، والحاضر يعدم الغايب. وده احمد رزق برضه بس بعد ما استوعب بقى. افرض ان فوقش ما عرفش يسجد القرض للبنك دون، يقوم البيت والارض يضيعوا مني. بس يا عم سيبك من اللي قلته ده كله، شخصيه فوقش في الاول والاخر مش وحشه قوي فاهم، يعني بالنسبه لامكانيات العمل والممثل طبعا فالشخصيه طلعت بشكل مقبول، وده يرجع لحاجات كتير زي ان الشخصيه كان متخدم عليها جامد بصراحه، من اول الثنائيه اللي كانت موجوده في المسلسل واللي كانت مساعده الشخصيه جامد، وكانت بتساهم بشكل كبير في انها يطلع منها كوميديا، وهي ثنائيه فوقش وحيكا. حيكا ده حاجه زي سفينه كده في لخمه راس، الشخصيه دي اللي ماشيه ورا البطل معتبراه جامد وقدوه في كل حاجه. خليك ناصح يا دي حيكا. وكمان من الحاجات اللي ساعدت الشخصيه برضو هي ان في تفاصيل كده تخصها متوزعه في كل المشاهد، وكانت بتخلي الشخصيه يجي منها ضحك حتى لو مش موجوده في المشهد. تفاصيل هي صغيره لكن كانت بتخدم فكره ان فوقش مسيطر بشكل كامل على المنطقه. هتلاقي القهوه اللي في الشارع مكتوب عليها فوقش بيقعد هنا، وكذلك محل الحلاقه والحلاق شخصيا اللي مكتوب على هدومه حلاق فوقش، واسمه على الحيطه بتاعه البيت وعلى السايبر وحاجات زي كده، وصوره اللي موجوده في كل حته في المحل وعلى هدومه وفي اي مكان. حاجات بسيطه لكن تنقلك برضو ان ده الكبير هنا، والكل عامل له الف حساب. اللي شغالين على العمل كانوا بيحاولوا يطلعوا ضحك بالمتاح والمتوفر. ما اصل بص، طالما انت عندك دماغ لا هيفرق معاك امكانيات ولا ميزانيه. يعني هنا مثلا تحس انهم ما كانش معاهم فلوس يعملوا ديكور لكذا مكان في الحاره، قاموا جايبين لك السايبر والجيم وعربيه الكبده في نفس المكان، اللي هو هنجيب الكاميرا يمين يبقى سايبر، هنجيبها شمال شويه يبقى جيم. ولما بتتذكر الاعمال اللي بتبقى ميزانيتها تحت الارض واللي ما اتصرفش عليها، اول حاجه بتيجي في دماغنا بتبقى عمل واحد، الراجل العناب. هو تقريبا الراعي الرسمي للحاجات اللي هي حلوه وكل حاجه، لكن في الاصل ما اتصرفش عليها خالص ولا تم دعمها بشكل كافي ماديا. انا بحس المسلسل ده شبه فوش الجيل بشكل واضح جدا بصراحه، لدرجه انك تحسهم في نفس العالم كده، نفس المكان تقريبا. يعني فرضا لو شخصيه فوش وشخصيه عصفور اتقابلوا هتحسهم عايشين مع بعض كده، وده لانهم بيتعاملوا مع نفس الشخصيات تقريبا. يعني بص كده ركز معايا، ده عم درديري النسخه الاوليه لعم هيصه، وده برضه بخل مكواجي بس الدنيا كانت جايه عليه شويه، وده دكتور شيحه صاحب بيرم. المشهد ده من بتاع 15 سنه على فكره، مش متصور امبارح ولا حاجه. الناس قرفانه مني وسمعتي بقت في الطين. الحقيقه مشهد كان سابق عصره. اما بالنسبه للسيت كوم هو ما كانش سابق عصره والكلام الكبير ده، هو كان كويس بس، وانا مش عارف ازاي ما نجحش بصراحه. يمكن مثلا عشان الدعايه ما كانتش احسن حاجه. يعني ده البوستر الوحيد اللي موجود للمسلسل، تحسه دعوه فرح اساسا. انا مراعي ان مفيش ميزانيه لكن الدعايه لازم يتصرف عليها برضه، والله كان لازم يتصرف على حاجات كتير يعني، بس احنا مش عايزين نتكلم. ومن الحاجات اللي كان لازم يتصرف عليها ببساطه هي ضيوف الشرف. الحوار ده مهم جدا في نجاح اي سيت كوم في العالم، وللاسف هو مش موجود هنا. يعني مثلا في فريندز هتلاقيهم جايبين روبن ويليامز وجورج كلوني وبراد بيت وبروس ويلس، وفي مصر تامر وشوقية جابوا كريم والسقا في حلقه واحده، راجل وست ستات جابوا بهاء سلطان. الله يا استاذ بهاء، الله 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 الله.
انما في فوقش الجيل بقى الوضع مختلف، دول يوم ما قلبوا الدنيا قوي جابوا الراجل بتاع لو انا جايب لك برشام منين يا المانيا وانا التامين الصحي. ففوقش الجيل عمل ضعيف جدا من حيث الامكانيات، ويمكن اضعف من الراجل العناب كمان. لكن زي ما احنا عارفين الصرف والامكانيات العاليه عمرهم ما بيعملوا حاجه حلوه، ولا عمرهم برضو كانوا سبب في ان الحاجه دي تبقى مش كويسه. ورغم كل اللي قلته ده فوقش الجيل مش وحش على فكره، هو مسلسل عادي يعني كويس شغال. لو حاولت تتفرج عليه دلوقتي يمكن يعجبك، ما تستبعدش ده. يا ريت لو اتفرجت عليه بسبب الحلقه ترجع تقول لنا في الكومنتات، ولو شفته قبل كده تشاركنا برايك فيه. وبس ده كلام الحلقه النهارده، وما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم وتستنى الجديد وكده يعني. ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم. وسلام.